في 4 يوليو سنة 1969 في فاليجو، كاليفورنيا. خروجة بالعربية ليلتها كانت فل بين مراهقين مايكل ميجهوت ودارلين فارون. اتقلبت ليلة سودة لما واحد غريب ضربهم بالرصاص كذا مرة. القاتل بعديها بيتصل بالشرطة، بيحكي تفاصيل الجريمة وبيكشف إنه عمل جريمة قتل تانية السنة اللي فاتت. بعديها ب4 أسابيع في سان فرانسيسكو، رسام كاريكاتير اسمه روبرت جراسميث بيجهز ابنه للمدرسة وبيروح شغله في جريدة سان فرانسيسكو كرونيكل. في اجتماع مجلس الإدارة، رئيس التحرير تيمبلتون بيك بيستلم جواب من القاتل بيطلب إن جزء من شفرة تتنشر في الصفحة الأولى قبل يوم 1 أغسطس. بيقول إنه بعت الجزئين التانيين لرؤساء تحرير جريدة فاليجو تايمز وسان فرانسيسكو إكزامينر، وبيحذر إن لو مطلبه ما تنفذش هيولعها قتل الليلة دي. المجلس بيناقش الموضوع ده وروبرت في هدوء بينسخ الشفرة. الصحفي المتخصص في الجريمة بول أفري بيتندب عشان يتأكد من حادثة فاليجو، وروبرت بيتصرف عشان يخلص رسوماته. الرقيب جاك مولينيكس بيأكد الجريمة، وبول بيرجع بالتقرير. الظاهر إن مايكل نجا، دارلين لأ، وتفاصيل الجواب مطابقة لتقرير الشرطة. جريدة التايمز والإكزامينر وافقوا ينشروا قصة، بس مش في الصفحة الأولى. هايمن، واحد من رؤساء التحرير، بيقول إن الكرونيكل لازم تنشر في الصفحة الأولى عشان تتجنب المسؤولية لو ناس تانية اتقتلت. روبرت بيحاول يوري تشارلز تيريو رسوماته، بس تيمبلتون بيتجاهله. تشارلز بعدين بيوافق ينشر الشفرة في الصفحة الرابعة. بول بيهزر مين هيحل الشفرة الأول، بس روبرت بهدوء بيقول إن القاتل مش هيكشف عن اسمه، بس بول مش بياخدها لمحمل الجد. في نفس الوقت ال FBI وال CIA كمان بيبدأوا يدوروا في موضوع الشفرة. بعديها ب3 أيام بول بيدي روبرت الشفرة اللي اتحلت، حلها مدرس تاريخ اسمه دونالد هاردن ومراته بيتي. روبرت بيقراها بطلاقة وبيبدأ يشتغل على تحت خالص في كلام متلخبط. تمبلتون بعدين بيوري بول جواب تاني من القاتل بيوصف فيه مكان الجريمة وبيعرف نفسه لأول مرة على إنه زودياك كيلر. بعد شهر ونص في نابا، الزودياك بيضرب تاني، بيربط براين هارتنل وسيسيليا شيبرد، 2 حبيبين في الجنينة، ويسرق فلوسهم ومفتاح العربية ويطعنهم كذا طعنة. العربية بتتلاقى بعد كده وعليها رسمة علامة الزودياك والتاريخ والسلاح اللي استعملوه. زي المرة اللي فاتت بيبلغ الشرطة عن الجريمة، وبرضه الراجل بينجو والست بتموت. شكله ده أسلوبه. روبرت بيفك الشفرة بتاعت الكلام المتلخبط ويوريها لهايمن وبول. بعد أسبوعين بيفرضوا حظر تجول في كذا محافظة، وبعدين بتحصل جريمة قتل تانية. سواق تاكسي بيتقتل، شاهد بيتصل بالشرطة بس القاتل بيهرب قبل ما يوصلوا. ضباط المباحث من سان فرانسيسكو ديف توشي وشيكو بيل أرمسترونج بيروحوا مكان الحادثة. الضحية هو بول ستاين، مضروب بالنار في مؤخرة راسه ومحفظته ومفاتيحه مسروقة. دم وجوانتي وطلقة واحدة عيار 9 ملي بيتلاقوا. عيال شافوا اللي حصل من شباك قريب، بيقولوا إن المتهم كان راجل أبيضاني ولابس نظارة وشعره قصير ولابس جاكيت غامق. بعد 3 أيام الجورنان بياخد جواب تاني من الزودياك، ومعاه حتة من قميص السواق متلطخة بالدم. القاتل بيتريق على الشرطة عشان ما مسكتوش، وبيقول إنهم كانوا مشغولين بيتسابقوا بالموتوسيكلات. ديف وبيل بينضموا لاجتماع مجلس الإدارة وبيفحصوا القميص وبيأكدوا إن الزودياك برضه واخد الفضل في جرائم القتل اللي حصلت في فاليجو ونابا. روبرت بيحاول يتكلم بس بيتجاهلوه. ديف بياخد باله من تعليقه وبيوروه الجزء اللي في الجواب اللي الزودياك بيهدد فيه إنه هيضرب نار على عجل الأتوبيس بتاع المدرسة ويقتل العيال وهم نازلين. ديف بيؤمر بتصوير كل اللي كانوا موجودين. الأمير من الطاقم قبل ما يحط الجواب في شنطته، بول بيمشي وراه وبيسأله عن الأمير من التاكسي وديفيد ميتس في جزء من الموضوع، بس بينبهه إن الكلام ده مش للنشر. روبرت بيسمعه وبيقول نظريته عن البروج اللي بيبعتوا شفرة جديدة، بس بول بيسكته. في اجتماع، تشارلز بيعلن إنهم هينشروا الجواب بالتعاون مع شرطة سان فرانسيسكو، مع حذف تهديد المدرسة عشان الناس ما تخافش. تاني يوم الصبح، روبرت مستني مع ابنه باص المدرسة، بس في آخر لحظة بيقرر يوصله بنفسه، ومش ممكن نلومه بعد ما سمع التهديد ده. بعد 10 ساعات في ساكرامنتو، رئيس الفاحصين شيرويد بيفحص الجواب في مكتب التحقيقات الجنائية، بس ديف بيطرد بره الأوضة عشان أسئلته كتير. في الطرقة، بيل بيقول لديف إنهم هيضطروا ينشروا تهديد باص المدرسة. ديف حاسس إن ده هيضرهم، بس بيل بيصر إن الوضع أصلاً وحش. بالليل، الأخبار بتقول إن البروج نقل لسان فرانسيسكو وإن تهديداته اتأكدت من قسم الشرطة. بعد 12 ساعة، رئيس المباحث بيبلغ ديف عن عقد مؤتمر صحفي.
ديف بيعترف إنهم متوقعين انفراجة في القضية قريب، لأنهم بيستقبلوا مكالمات كتير طول النهار من المواطنين اللي بيبلغوا عن مشتبه فيهم محتملين. دلوقتي كل أب وأم قلقانين على سلامة ولادهم. بيل بيتصل بجاك وبيطلب منه يرتب مقابلة مع مايكل، الناجي الوحيد والشخص الوحيد اللي شاف البروج من غير قناع. للأسف مايكل مختفي من ساعة ما خرج من المستشفى. بيل بيطلب المعلومات اللي خدوها منه، بس جاك كمان عايز البصمات والخط. جاك بيقول له يتصل بالقبطان كين نيرلو اللي بيبلغ بيل إن كل اللي عندهم آثار جزمة عسكرية بتتباع بس في مخازن الجيش، ودي ما ينفعش تشتريها من غير كارنيه عسكري. وده بيخلي بيل يتساءل إذا كان المشتبه فيه ممكن يكون عسكري. بيطلب صور الآثار وكان بيطلب الخط في المقابل. بيل بيرجع على التليفون مع جاك، بيقول له ينسق كمان مع مكتب الشريف بتاع سولانو، عشان أول مراهقين اتقتلوا كريسماس اللي فات كانوا من سولانو. 2 عساكر وصلوا عشان يقولوا إنهم شافوا المتهم ليلة قتل سواق التاكسي، بس الوصف وقتها كان لواحد أسود فما خدوش بالهم منه. بيل بيقولهم يقابلوا رسام عشان يعملوا صورة تقريبية جديدة. في كرونيكل روبرت بيتكلم مع بول عن نظرية المية، يعني كل هجمة حصلت جنب مسطح مائي، بس بول مش شايف إن القضية لازم تتاخد بطريقة البوليس التقليدية. في 4 مسارح جريمة في 4 محافظات مختلفة، ومفيش بصمة صباع نظيفة اتلقت في أول 3 ولا في أي جواب من الجوابات. في نفس الوقت ديف وبيل بيحاولوا يفهموا اللي بيحصل ده كله في المكتب، وبول لسه بيتكلم مع روبرت بيقول له إن أول ضحايا ديفيد فاراداي وبيتي جونسون، الاتنين اتقتلوا، بس من ساعتها الزودياك ما بقاش عارف يخلص غير على البنات. بيل كمان خد باله من دي، وديف بيقول إن الضحايا كلهم كابلز في حوائل عشاق ما عدا ستاين بتاع بول. روبرت بيقول الكلام ده لبول، وديف بيفهم إن الزودياك دلوقتي بيكسر النمط. بعد يومين ديف بيجيله تليفون إن واحد بيقول إنه الزودياك كلم شرطة أوكلاند وبيقول إنه هيتصل ببرنامج جيم ديمبر الصباحي بعد 3 ساعات. الظاهر إنه عايز المحامي ميلفين بيلي ينصحه. ديف وبيل بيجيبوا ميلفين وبينصحوه يخلي الزودياك يتكلم كتير ويقنعه يقابله في مكان ما، يفضل كنيسة سانت ماري القديمة في الحي الصيني. عايزينه يفضل على التليفون على الأقل 15 دقيقة عشان يعرفوا مصدر المكالمة. البرنامج بيبدأ والزودياك بيتصل بعد كام دقيقة، بيقول إنه اسمه الحقيقي سام، وبيطلب من ميلفين يقابله فوق فندق فيرمونت لوحده وإلا هينط. ميلفين بيحاول يخلي الكلام مستمر، بس سام بيقفل المكالمة. لسه عايش. جيم بيعترف إنهم مش عارفين يتبعوا المكالمة، وسام بيتصل تاني على طول بيتكلم عن صداعه وخوفه من أوضة الإعدام بالغاز. ميلفين بيجاريه، بس صرخة فجأة على الخط بتخض الكل. سام بيقول ده صداعه وبيهدد إنه هيقتل عيال صغيرة. ميلفين بيقترح يقابله في الكنيسة، بس سام بيرفض وبيقول قدام جمعية سان فينسنت دي بول في ديلي سيتي الساعة 10:30 أحسن. المكان بيتملي شرطة وصحفيين بسرعة، وميلفين بيوصل برضه. ديف بيسمع المكالمة لبراين اللي مش شايف إنه زودياك عشان الصوت صغير قوي. بيل بيأكد إن المكالمة اتبعت لمستشفى أمراض عقلية. بعد 2.5 أسبوع الكرونيكل بتستلم جواب تاني من زودياك بيتمنى له عيد ميلاد سعيد وبيطلب منه مساعدة. بيعترف إنه بالعافية ماسك نفسه وممكن قريب ياخد ضحيته 9 و10. الجواب اتبعت على بيت ميلفين مباشرة. بيتصل بديف وبيل مع إنه بلق الكرونيكل خلاص وحاسس إن الناس ليها حق تعرف. الجواب وصل لما ميلفين كان مسافر الأسبوع اللي فات، وبيكشف إن زودياك حاول يتصل بيه كذا مرة ويتكلم مع مديرة منزله ست البيت، بس ما سابش رقم. بيل بيروح لست البيت دي في الوقت اللي ميلفين بيقول لديف إن القتل ممكن يكون نوع من الرحمة عند زودياك. ديف شايف إنه ممكن يكون في دمه أو إنه بس بيحب الاهتمام. بعد 2.5 شهور على طريق 132 قريب من موديستو في كاليفورنيا، ست سايقة ومعاها طفلها، واحد غريب بيوقفها وبيقول لها إن الكاوتش الخلفي مش مربوط كويس، بيساعدها تصلحه وبعدين بيمشي. هي بتكمل طريقها بس الكاوتش بيقع بعد شوية. الراجل بيرجع ويعرض عليها توصيلة لمحطة بنزين، ملهاش حل في الضلمة فبتوافق وتاخد البيبي معاها في العربية. التوصيلة بتقلب رعب لما الراجل بيقول لها هيرمي البيبي من الشباك قبل ما يقتلها. لحسن حظها بتعرف تهرب وتوقف عربية ماشية عشان يساعدوها. ناس تانية بتقف ويسألوها وهي بتعيط. الحمد لله هي خبت البيبي في الشجر عشان لو الراجل رجع. القصة تطلع في الجرايد، وبعد 30 يوم زودياك بيبعت سلسلة جوابات جديدة للكرونيكل. الخريطة مع الشفرة بتكشف المكان اللي هيحط فيه قنبلة، وبيدي ميعاد نهائي الخريف الجاي عشان يحفروها ويطلعوها. بعد 4 أسابيع زودياك بيبعت جواب تاني متضايق ان الناس مش ملتزمة بطلبه انهم يلبسوا دبابيس زودياك زي ما قال في الجواب اللي فات. دلوقتي عنده قائمة جديدة وبيهدد انه هيبدأ بالست كاتلين جونز والبيبي بتاعها
بول بيقول لروبرت إن الشرطة عايزة تستنى قبل ما تنشر الجواب عشان يشوفوا رد فعل زودياك. لحد دلوقتي بعت 4 جوابات في 3 شهور، وآخر واحد ده أول مرة يذكر فيه كاثلين. بول بيوري روبرت الجواب بتاع كاثلين مع مقالة الجورنال اللي مغطية قصة، كل حاجة زودياك كتبها في الجواب كانت موجودة أصلا في المقالة، زي ما عمل قبل كده مع ضابط شرطة صاب. بول ما اعتقدش إن زودياك هو اللي عمل كده، بس خد الفضل لنفسه عشان هو بيدور على الشهرة. دعاية وكمان جرايد. بول كمان بيشرح إن الزودياك سرق الرمز بتاعه، وبيوري روبرت إعلان ساعة، وده المكان الوحيد اللي كلمة زودياك والرمز ظهروا فيه مع بعض قبل الخطابات. الزودياك بيدعي إنه قتل 13 واحد، بس بول بيقول إن أول 5 بس اللي متأكد منهم. بعدها بأسبوعين ونص عمدة فاليهو فلورنس دوغلاس اللي مترشحة لمنصب المحافظ بتظهر في التلفزيون وهي بتتكلم عن القبض على دارلي والقاتل بتاعه. في نفس الوقت بول بيلاقي حتة قميص متلطخة بالدم وهو بيشوف البريد بتاعه في المكتب، وده بيخليه مرعوب. بيحكي الموضوع ده لديف في اجتماع خاص، وديف بيفكروا إن بول مرة وصف الزودياك بإنه شاذ جنسيا في مقال من مقالاته. بعدها بول بيطلب مسدس. بعدين بول وروبرت بيروحوا ميدان الرناية، وبول بيتمرن على الضرب بالنار، في حين إن روبرت بيقرأ مقال عن التهديد اللي وصل لبول. بول بيكشف إنه كان بيوصل له معلومات، وبيذكر راجل في ريفرسايد ناوي قبله إيلادي. روبرت بيروح ميعاد غرامي مع واحدة اسمها ميلاني، وبيحكي لها عن مقابلة بول. هي شايفة إن الموضوع خطر عشان مبني على معلومة مجهولة المصدر، وممكن يكون الزودياك نفسه. بس روبرت بيطمنها إن بول معاه سلاح. بس بعد ما فكر تاني، روبرت بيتصل بمرات بول عشان يسألها إذا كانت سمعت عنه حاجة. ميلاني بتروح مع روبرت البيت عشان يستنوا الأخبار، وفي الآخر بول نفسه بيتصل ومعاه معلومات. تاني يوم الصبح الأخبار بتقول إن بول كشف عن دليل جديد متعلق بجريمة القتل الوحيدة اللي لسه ما اتحلتش في تاريخ مقاطعة ريفرسايد. جريمة قتل حصلت في جنوب كاليفورنيا سنة 1966، وهو بيعتقد إنها كانت أول جريمة قتل للزودياك. في التلفزيون بول بيقول إن قاتل ريفرسايد بعت خطابات للصحافة وإنه شخصيا حللها في مكتب فحص المستندات. الخط كان مطابق لخط الزودياك. ديف وبيل متضايقين إن بول ما بلغهمش الأول. بعديها بساعتين في ريفرسايد ديف بيقابل مع المفتش كمال ومن نيكولاي بتاع العدل، بيراجعوا الجواب وباقي الأدلة، بس المفتش شاكك إن ده الزودياك. هم أصلا عندهم متهم بس مفيش دليل قاطع. بره ديف بيتخانق مع بول بغضب بسبب اللي عمله واللي سبب هلع كبير، جايز يكون ده مش الزودياك أصلا. بعد كده ناس كتير بدأت تتصل بالاسم وتدعي إنها الزودياك أو تعرفه، وكلهم بيدوا معلومات غلط. بعد 8 شهور في تورنس بيل بيقابل واحد اسمه تشيني، بيقول إن الزودياك هو آرثر لي ألين، زميل شغل قديم اتطرد من المدرسة. الغريب إن كل اللي بيقوله ماشي مع اللي الزودياك عمله. في المكتب ديف مش مقتنع قوي، بس بيل بيعمل بحث عن تاريخه، بيجيبوا عينات خط إيده بس النتائج مش واضحة. ديف كمان بيكشف إن آرثر اتطرد بسبب سلوك مش كويس مع الأطفال. بعدين بيل بيعرف إن آرثر بيستخدم إيده الشمال مش شمال، وده ممكن يفسر اختلاط الخط. ديف وبيل بيرفعوا تقرير للباشا وهو بيوافق إنهم يروحوا لآرثر. تاني يوم في مهرجان الروديو ديف وبيل وجاك بيروحوا لآرثر في شغله. آرثر بيقول إنه اتكلم مع حد من الله قبل كده بس مش فاكر اسمه. الغريب إنه بيصر يتنده بليه مش آرثر. بيقول كلام غريب زي جاره وسكاكين عليها دم في عربيته، وبيعترف إنه كان في جنوب كاليفورنيا وقت أول جريمة قتل. لما سألوه عن طرده من الشغل أنكر إن الزودياك، وقال حتى لو كان هو مش هيعترف. ديف لاحظ الساعة بتاعته وطلب يشوفها، واكتشف إنها ماركة زودياك. آرثر بعد كده اتكلم عن كتاب اسمه اللعبة الأخطر، واللي بيتكلم عن فكرة إن الإنسان هو الأخطر. بعد 16 ساعة الضباط بيروحوا لأخو آرثر ومراته، وهم بيأكدوا تفاصيل كتير. مراته بتشاور على غلطة إملائية. ختم على جواب بورج زي اللي في كارت كريسماس كان آرثر بعته زمان. في المكتب ديف بيقول الكلام ده، مستنيين مراته تلاقي الكارت عشان يقدموا عليه في تفتيش. بعدين روبرت بيلاقي بول مغمى عليه في عربيته وبيقول رأيه في توقيت جوابات البرج. للأسف اختبار الكتابة بالإيد الشمال لآرثر طلع سلبي. جاك بيقول لديف إنهم معرفوش ياخدوا إذن تفتيش عشان النائب العام شايف إن مفيش أدلة كافية. طريق مسدود تاني. بعد السنة بول بيكتب لوزارة العدل وبيطلب إنه يمسك قضية البرج.
تيمبلتون بيزعلوا على كده وبيهددوا بالطرد. اللي عايز أقوله بس، في 7 سبتمبر بيل بيروح لمرات أخو أرثر تاني، بتقول له إنهم رتبوا لأرثر إنه ياخد مساعدة من أخصائي اجتماعي، بس راح مرتين بس. شافته تاني وقريبا لأول مرة من 9 شهور، راحت للأخصائي الاجتماعي وسألته إذا كان أرثر ممكن يقتل، والأخصائي أكد لها ده. أرثر دلوقتي بيروح مدرسة في سانتا روزا وعايش في كرفان. مكالمات الصلية بتتعامل مع النائب العام والرئيس ديف وبيل بيناقشوا كل الأدلة. في الآخر النائب العام بيقتنع وبيوافق إنه يدور على إذن تفتيش. في 14 سبتمبر ديف وديل بيروحوا الكرفان أرثر ومعهم إذن التفتيش، بس مش موجود. بيدوروا في المكان برضه وبيلاقوا حاجات بتتماشى مع حاجات البرج، بس الكتابة بتطلع سلبية من الإيدين الاتنين، يعني أرثر مش البرج. بعد فترة ديف بياخد استراحة عشان يشوف فيلم، بس بيتفاجأ لما الفيلم يطلع عن البرج. بعد 4 سنين روبرت بيعرف نفسه على دافي جينينجز المراسل الجرائم الجديد في جريدة كرونيكل. بالليل بيل بيقول لديف إنه ماشي من قسم القتل، زهق من إنه يبقى تحت الطلب على طول. بيتصل نفسه يشوف عياله بيكبروا قدامه. تاني يوم روبرت اللي اتجوز ميلاني وخلفه بنت بيروح لبول اللي واقع في شرب الخمرة للركب. روبرت بيقول لبول يكتب كتاب عن البرج، بس بول بيرفضه وبيقول له عدى 4 سنين، كفاية بقى يا روبرت سيبها تمشي. روبرت بيتضايق ويمشي. في البيت بيكذب على ميلاني ويقول لها كان في المكتبة، وده بيخليها تشك فيه. يوم 11 أكتوبر روبرت بيروح لديف وياخده على الغدا عشان يتكلموا. بيجيب معاه كتب عن الشفرات وبيوري ديف سجلات لقاها ناقصة من سجلات استعارة المكتبة. ده معناه إن حد شالها قاصد، وده بيخلي ديف يهتم. مع إنه ما ينفعش يتكلم في القضية رسمي، ديف بيقول لروبرت بالدس يشوف كين. روبرت بيروح لكين اللي بيحوله لجاك بعد الزن كتير، وخصوصا لما روبرت جاب اسم ديف. جاك أخيرا بياخده المخزن عشان يشوف الملفات القديمة. بعد كام ساعة حفر في الكراتين روبرت بيجري على الجرنان وبيجمع كل اللي اكتشفه. بعدين بيقابل ديف وبيحكي له عن اللي وصل له عن دارلين والقاتل بتاع البرج. روبرت فاكر ان دارلين كانت تعرف القاتل شخصيا، وبيضيف ان اهل دارلين جالهم تليفون بعد قتلها ب90 دقيقة مجرد نفس تقيل على الخط. ديف بينبهر وبيقول لروبرت بالدس يقابل ميلفن الشخص التاني الوحيد اللي القاتل كلمه مباشرة. روبرت بيروح بيت ميلفن الصبح، بس بيلاقي الخدامة بس بتقول انه القاتل قال انه عيد ميلاده في المكالمة وانه هيقتل في اليوم ده. روبرت بيتأكد من تاريخ سفر ميلفن في الكريسماس ده ويتصل بديف اللي بيحوله لميل. ميل شايف ان روبرت ماشي ورا خيط غلط عشان القاتل ما قتلش في التواريخ دي. في البيت ميلاني بتقول لروبرت انه شيرود طلب اجتماع وبتواجهه بمقال الجرنون اللي بيقول انه بيكتب عن القاتل. هي متضايقه وبتحذره ان القاتل بيقرا الجرنون. فجأة روبرت جات له مكالمة من واحد غريب بيقول إن زودياك مهووس بالأفلام وبيسجل جرايمه. الراجل ده ادعى إن صاحبه بوب فون من غير ما يعرف مخزن عنده علب أفلام بتاعت زودياك. قبل ما يقفل قال له إن اسم زودياك الحقيقي ريك مارشال. تاني يوم الصبح روبرت قابل شيرود واللي كشف له إن واحد اسمه والس بيني ظهر على بابه من شهر وقال له إنه ريك مارشال هو زودياك. ريك قال له إنه بيني قال له نفس الكلام. الظاهر إن شيرود عمره ما قارن خط ريك. لما روبرت رجع البيت جات له مكالمة، بس كانت مجرد نفس تقيل. شكله كده جاب لنفسه وجع دماغ. تاني يوم روبرت راح لتواشكي وحكى له عن ريك، لكن كشف له إنه ريك ده أصلا هو المتهم المفضل عنده. بصمات ريك ما طبقتش البصمة اللي لقوها في تاكسي ستاين، بس تواشكي بيقول إن في جوانتي اتساب في مسرح الجريمة، وده بيخلي في شك صحة البصمات. شرطة سان فرانسيسكو لقوا يافطة مكتوبة بخط الإيد على شباك ريك، بس استبعدوها عشان ما كانتش زي خط زودياك. روبرت سألهم عرفوا منين إن ريك هو اللي كتب اليافطة، وتواشكي برضه كان مستغرب من نفس الموضوع. ريك كان في البحرية واتدرب على الشفرات واشتغل كعرض أفلام في سينما أفلام صامتة. عشان يجيب عينات من خط ريك روبرت اتصل بشيرود عشان ياخد رقم بيني. اتصل ببيني وخد منه عينة واداها لشيرود. لما شيرود فحصها كويس اعترف انها اقرب حاجة شافها، مع ان حرف الكاف مختلف شوية. في 25 ابريل ديفيد جات له مكالمة بيقولوا له ان زودياك بعت جواب باسم ديف بالذات في الاسم. وروا له الجواب وخدوه على جنب الضابط الكبير وظباط التفتيش الداخلي. بعد كده روبرت شاف تقرير اخباري عن الجواب واللي بيتهم ديف انه هو اللي مزوره بنفسه. مؤلف مشهور موبن حتى طلع على الملأ وقال ان ديف هو اللي كاتب الجواب علشان يعمل لنفسه دعاية. روبرت اتصل ببيت ديف ومراته ردت وقالت له ان ديف اتنقل من قسم القتل. تاني يوم الصبح روبرت بيروح لديف عشان يطلب منه يساعده يلاقي ليندا أخت دارلين. ديف بيرفض بغضب وبيحذر روبرت يبطل رن عليه
قبل ما يمشي ويسيبه. بس روبرت برضه ما بيبطلش بحث، ده حتى بيخلي عياله يساعدوه يقلبوا في الملفات، مع ان ده بدأ يوتر علاقته بمراته. في 9 أغسطس روبرت بيفك آخر شفرة للزودياك وبيظهر في التلفزيون. في البيت ميلاني زعلت انه ورا وشه للناس، خايفة الزودياك يجي وراه، بس روبرت شايف انها بتتوهم، هي مستغربة هو مهتم كده ليه، وروبرت بيصر انه لازم يعرف مين الزودياك ده. بيرتب ميعاد مع بوب بوند واللي بيقترح انهم يتكلموا في بيته. هناك روبرت بيجيب سيرة اخطر حيوان، فيلم ليه علاقة برسائل الزودياك الغامضة. بيسأل عن علبة فيلم ريك اداها لبوب، بس بوب يقول ان ريك خدها تاني سنة 72. روبرت بعد كده بيوري بوب بوستر المفروض ان ريك اللي رسمه، وبيوريه ان الخط شبه خط الزودياك، بس روبرت بيتصدم لما بوب بيعترف انه هو اللي رسم البوستر اصلا. روبرت مش مرتاح فبيقترح يمشوا، بس بوب بيصر انه ياخدوا البدروم عشان يدوروا على الفيلم. تحت روبرت بيسمع صوت تزييق وبيسأل بتوتر اذا كان بوب عايش لوحده. بوب بيقول ايوه وبيعلق على تاريخ الفيلم، هو بيخمن ان الزودياك ممكن يكون استوحى منه. روبرت بيتخض وبيجري عشان يهرب، بس بيلاقي الباب مقفول. بوب بيفتح الباب بالراحة وروبرت بيسوق عربيته للبيت كأن حد بيطارده. بيوصل يلاقي البيت فاضي وفي ورقة من ميلاني بتقوله انها مشيت هي والعيال. روبرت بينهار بس مش بييأس، بيروح يزور ليندا في السجن وهي بتأكد له ان دارلين كانت تعرف ليه. روبرت بيجري على الاسم عشان يوري جاك التقرير، بس جاك بيرفضه وبيقفل التحقيق السري بتاعهم. على مدى الاسابيع اللي جايه كام أسبوع وروبرت لسه مهووس واترفض من شغله في الجورنال. ميلاني في الآخر راحت له البيت وسابت له شنطة، قالته العيال وحشوه وترجيته يخلص من الموضوع ده كله. بعد ما ميلاني مشيت روبرت فتح الملف، لقى رخصة سواقة أرثر، جري على بيت ديف في نص الليل، صحاه وخلاه متعصب قوي. بس لما روبرت جاب سيرة أرثر ديف دخله. روبرت كشف إن عيد ميلاد أرثر يوم 18 ديسمبر، نفس اليوم اللي الزودياك كلم فيه مالفين في البيت. ديف سمح له يدخل واعترف إن أرثر زمان بعتوله جواب عرض عليه يساعده في التحقيق. تاني يوم اتقابلوا تاني وبدأوا يراجعوا كل حاجة يعرفوها عن أرثر في القضية. روبرت قعد يشرح خطوة بخطوة، فاكر التواريخ والجوابات وإزاي أرثر كان عايش على بعد 50 ميل بس من دارلين. ديف فهم إن أرثر ممكن يكون هو زودياك فعلا، بس اعترف إن ما عندهمش دليل كافي عشان يعملوا قضية قوية. قالوا يخلص كتابته وشكروا على كل حاجة قبل ما يمشي. يوم 20 ديسمبر 1983 في فاليجو روبرت لاحق أرثر لحد محل أدوات ووشه بقى في وشه. الاتنين فضلوا باصين لبعض كام ثانية قبل ما روبرت يلف ويمشي. بعد 7 سنين ونص في أونتاريو كتاب زودياك بتاع روبرت بقى من أكتر الكتب مبيعاً. جورج بايورد اللي مسك الشغل مكان جاك اتقابل مع مايكل ماجو في المطار، عرفه بنفسه، ورى مايكل شوية صور وطلب منه يتعرف على الراجل اللي ضربه بالنار. من غير تردد مايكل شاور على أرثر وقال إنه متأكد، مع إن آخر مرة شافه كانت يوم 4 يوليو 1969. أرثر جاله جلطة في قلبه ومات قبل ما ده يحصل. سنة 2002 تحليل جزء للحمض النووي مأخوذ من جواب للزودياك عمره 33 سنة ما طبقش عمد أرثر، برضو المحققين ما استبعدوهوش كمتهم. سنة 2004 شرطة سان فرانسيسكو قفلت تحقيق الزودياك رسميا، بس القضية لسه مفتوحة في محافظات تانية، وأرثر لي ألان لسه المتهم الرئيسي والوحيد فيها. ديف طلع معاش سنة 1989 واتبرأ رسميا من اتهامات إنه هو اللي كتب جوابات الزودياك بنفسه. بول اتوفى سنة 2000. روبرت دلوقتي عايش في سان فرانسيسكو وعلاقته كويسة مع أولاده، وبيقول إنه ما استقبلش أي مكالمات مجهولة من ساعة